توج الهلال بكأس السوبر السعودي على حساب الاتحاد. نجح الهلال في تعميق جراح الاتحاد في المباراة التي جمعت بين الفريقين في نهائي كأس السوبر السعودي بعد الفوز ب4 أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب هزاع بن زايد في دولة الإمارات العربية الشقيقة. تقدم الهلال بالهدف الأول مبكرا في الدقيقة 5 عن طريق اللاعب مالكوم، قبل أن ينجح المغربي عبد الرازق حمد الله من تسجيل الهدف من ركلة جزاء في مواطنه ياسين بونو حارس مرمى الهلال الذي تصدى لركلة الجزاء، قبل أن ترتد. ومن متابعة عبد الرازق حمد الله الذي سدد الكرة نجح في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 21. ومع الدقيقة 44 نجح سالم الدوسري في تسجيل الهدف الثاني لفريق الهلال ليتقدم على الاتحاد، ليواصل الهلال تفوقه قبل أن يعود مالكوم في الدقيقة 88 ويسجل الهدف الثالث وسط حالة من الاندفاع الهجومي للاعب الاتحاد لتعويض الخسارة، قبل أن ينجح سالم الدوسري في تسجيل الهدف الرابع ليتوج الاتحاد بطلا